لرجال النادي الاهلي ان شاء الله يا هنا طبعا. وزي ما احنا ذكرنا في البدايه مجهودات قناه النادي الاهلي لكل جماهيرها علشان تكون حريصه ان تنقل هذه المباراه امام الملعب التونسي اللي هتقام في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت مصر. زي ما حضراتكم شايفين امامنا على الشاشه تحرك طبعا حافله النادي الاهلي متجهه للملعب اللي هيقام عليه هذه المباراه. وزي ما احنا ذكرنا في البدايه برضو بالكاميرا درون شايفين امامنا يعني مشهد رائع الحقيقه للبلد كلها احنا شايفينها او المنطقه اللي بتتحرك فيها حافله النادي الاهلي متجهه للملعب. مجهود كبير جدا جدا من كل القائمين على شاشه قناه النادي الاهلي. زي ما احنا شايفين اكيد صوره عامله ازاي وتحركات عامله ازاي حتى الاخراج عامل ازاي. فكل الشكر موصول لكل فريق عمل شاشه قناه النادي الاهلي. ويمكن زي ما كانت هنا بتتكلم وبنتكلم على يمكن المنافسات طبعا بشكل كبير والاستعداد لهذا المعسكر اللي بيتم من يوم 18 حتى 26 من شهر يوليو الجاري. بعثة الفريق الحقيقه غادرت الى تونس يوم الجمعه الماضي وكان طبعا معاها الكابتن محمود الخطيب وكان حريص جدا على تقديم كل الدعم للفريق وللجهاز الفني. كابتن الخطيب طبعا زي ما احنا عارفين وده مرارا وتكرارا دايما بنقوله ان هو دايما بيتحامل على نفسه كتير جدا بيواصل دعمه وحبه للنادي الاهلي بالعمل بكل جهد واخلاص لطبعا صالح البيت الكبير. ويمكن يا هنا احنا اتكلمنا ان كان وجوده كان هيفرق كتير جدا لو كان موجود في بعثه كاس العالم للانديه. فاكيد زي ما احنا شايفين النهارده في بعثه تونس هيبقى ليه كلمه وتاثير كبير على اللعيبه. الحقيقه يا مريم يعني الجماهير بقت خلاص تتفائل بكابتن محمود الخطيب. يمكن كمان بيقولوا ان هو تميمه الحظ في اي معسكر بيكون فيه الفريق بيأدي بشكل كبير. ده طبعا لان